الكابتن حماده عبد اللطيف جاب من الاخر يا خالد يا غندور. هسمعك دلوقتي فيديو للتاريخ. الكابتن الخلوق المحترم حماده عبد اللطيف بيرد على الكابتن خالد الغندور لما حاول يسأله سؤال ويجرجره في المنطقة اللي كلكم عارفينها. السلام عليكم. في البداية يا اخوانا نصلي بينا على النبي ونزيد النبي صلاة، ونشترك في القناة لو لسه ما اشتركناش، ونفعل زر الجرس، كمان نحط لايك جميل للفيديو ونشيره. خالد الغندور بيسأل الكابتن حماده عبد اللطيف في برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك، وبيقول له احنا ازاي بناخد رعاية اقل من النادي الاهلي اللي بياخد رعاية اكتر مننا 4 اضعافنا، وازاي نقدر ننافسه. فطبعا بيجرجر الكابتن حماده عبد اللطيف للمنطقة اياها منطقة المظلومية والمؤامرة والقصة اللي كنا عايشينها ايام مرتضى، ولكن الكابتن حماده عبد اللطيف بيرد عليه رد قاطع ويفحمه، وما راحش وراه في سكة خالد الغندور، سكة المظلومية والمؤامرة وان النادي الاهلي هو سبب كل المصايب في الكرة المصرية. لا بالعكس، رد عليه وقال له الاهلي يستحق، وعرفه مكانة الاهلي وقيمة النادي الاهلي في الرياضة المصرية والافريقية. تعالوا بقى نسمع الكلام ده بعض من لسان المحترم حماده عبد اللطيف. يلا بينا. احنا قلنا الكرة فلوس. طيب انا بنافس مين؟ النادي الاهلي اكيد. طيب الاهلي مثلا في الرعايه بياخد مليار 600 مليون والزمالك بياخد في 4 سنين والزمالك بياخد 400 مليون. ازاي انا انافس نادي بياخد 3 اضعافي او 4 اضعافي وابقى مطالب ان انا نفسه واخد منه البطولات فهمت قصدي؟ ماشي. اتفضل. بص يا خالد، المفروض نسبه نادي الزمالك هي 400 مليون تزيد، يعني تبقى اعلى من كده، بس تبقى 600 700 او 800. لكن النادي الاهلي دايما انت لما بتيجي بتقيم تعمل الكلام ده، انا بتكلم كلام منطقي، ما حدش يقول مثلا كابتن حماده بيتكلم كده ليه. دايما لما بتيجي مثلا بتقيم، انت بتقيم الاول والثاني صح في عدد البطولات. النادي الاهلي بطولاته اكتر محليا وافريقيا، فالطبيعي ان هو ياخد نسبه رعايه اكتر منك، بس ما يبقاش نسبه الزمالك قليله كده. تبقى نسبه الزمالك، لا افهمني بس. لا انت مش فاهمني. لا انا فاهم. انا مش بتكلم، لا انا مش انا مش بتكلم على مين خد ايه ومين خد ايه. انا بكلمك ومين يستحق ايه ومين ما يستحقش ايه. ده مش علاقه. الاهلي مليار وشويه والزمالك 400. أيوة. انا بقول لك الزمالك انا مطالب ان انا انافس واحد بياخد قد 4 مرات. ماشي. فالطبيعي ان انا كل 4 سنين اخد بطوله وهو الطبيعي انه ياخد بطولات. انا لما يكون كابتن معايا 100 مليون واللي بينافسني معاه 10 مليون ومطالب ان انا اجيب لعيبه واجانب وما اعرفش وانافس على كل البطولات، الموضوع مش سهل يا كابتن. ماشي. مش سهل. الفلوس كده بقت كل حاجه. بص يا خالد، انا عشان ما بغيرش كلامي، بص الموضوع مش سهل. انا بقول لك المفروض نسبه الزمالك تزيد كتاني، فاهم ازاي؟ لكن انت لما بتدي مثلا الاول بتدي الاول النسبه العاليه عشان هو الاول. انت لو كنت في الوضع النادي الاهلي كنت هتاخد هذا المبلغ، وكان النادي الاهلي هياخد برضه نفس المبلغ. كابتن انا بقى لي سنتين الاول، انا بقى لي سنتين ورا بعض الاول، والرعايه بتاعتي هو 4 اضعاف. انا بقى لي سنتين. انا بقول لك لازم الرعايه تزيد، يعني لازم. طب ما الاهلي بقى له سنين الاول برضه، خلينا نتكلم يعني ايه بالمنطق. يبقى لازم دي امور تسويقيه مع الشركه الراعيه لازم نتكلم فيها. لازم لا المبلغ ده قليل، المبلغ طيب ده مش ازاي بقى انافس؟ انا خلاص سيبك بقى، ده يستحق وده يستحق كده. تمام. ازاي انت بقى بتطالبني ان انا بقى ابقى اخد كل البطولات من الاهلي وهو بياخد 4 اضعافي؟ ازاي؟ ما انت لازم تنافس بقى، ما انت بطل، ما انت نادي الزمالك بطل. ايوه يا كابتن، ما الكوره فلوس. بص يا خالد، بص الكوره فلوس يا كابتن. هوضح لك حاجه. هجيب لعيب ازاي؟ هوضح لك حاجه مهمه بس. فاهم ازاي؟ ممكن واحد يبقى معاه 500 مليون او نادي معاه 500 او 600 مليون بس العين ويتصرف احسن من نادي معاه مليار. صح. العين اللي هتنتقي اللعيبه ازاي؟ موافقك. هجيب عدد معين من اللعيبه، مش هجيب لعيبه كتيره، هجيب المراكز اللي انا محتاجها، هعمل عقود قريبه من بعض اللعيبه، ممكن يبقى فيه تميز لواحد وكده. وده الادارات اللي احنا عايزينها ان شاء الله تبقى موجوده. اللي انت جاي عارف ان عندك مشاكل، عارف ان الزمالك عنده مشاكل ماديه، هتنجح مجلس اداره. ما تجيش تقول لي والله ايه اصل انا فوجئت ان المشاكل كتير. لا، انت عارف ان في مشاكل، ما تجيش